اجمل حاجة على السفرة طبق المخلل اللي يفتح النفس. النهاردة هنعمل مع بعض بتنجان وطماطم مخللة طعمهم يجنن. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد. هنبدأ بالتتبيلة. معانا ربع كيلو فلفل رومي على الالوان، على فلفل حامي. طبعا عايزة تزودي الفلفل الحامي براحتك، عايزة مثلا تقلليه برضو دي حرية شخصية. معانا ربع كيلو فلفل حامي على الوان على رومي. معانا ربع كوباية ليمون معصور، وربع كوباية خل صغيرة، ومعلقتين ملح كبار، معلقة كمون، معلقة كمون كبيرة، ومعلقة كزبرة كبيرة، وطبعا راس توم مفرومة. كل دول هنفرمهم مع بعض في الكبة لغاية ما تجانسوا كويس جدا. التتبيلة دي حلوة جدا، هتنفعك في حاجات كتيرة، في تتبيلة السمك المشوي والمقلي، في جميع المخللات جميلة. دي انت ممكن تعملها منها مثلا كمية وتروحي شايلاها في الفريزر، وقت ما تحتاجيها على السلطه بتحطي معلقه. لا بجد بتنفع جدا التتبيله الجميله ديت. ولو عندك فلفل احمر كمان رومي او الوان بتضيفيه للتتبيله، بتدي لون حلو في التتبيله. كده تمام. نجيب معانا البتنجان اللي انت شايفاه، لازم يكون صابح ويكون حلو. وبتقطعي الزهره بتاعته، ولازم بتفتحيه بالسكينه عشان لما تيجي تقليه في الزيت ما يعملش صوت منه، اللي هو بينطر منك بره الزيت، فلا قدر الله بيعمل مشاكل كتير. لا انت لازم تفتحيه زي ما انت شايفه كده. كده تمام. وبرده في ملحوظه تانية، لما تيجي تقليه ما تقليهوش على نار عاليه قوي في زيت سخن جامد جدا. لا الزيت بيبقى سخن بس النار مش عاليه بزياده، لازم تبقى متوسطه عشان يستوي. لو عاليه قوي هيتحرق معاكي من بره ومش هيلحق يستوي من جوه. لا احنا عايزينه ما يتحرقش وفي نفس الوقت يستوي عشان يبقى مظبوط، ويبقى اللحم اللي من جوه كمان ما ينشفش معاكي. بس هتقلي معاه مثلا فلفل رومي فلفل حامي سوري، برضو بتروحي فتحاه عشان خاطر ما ينطرش منك من الزيت. كده تمام. بس وهنروح زي ما انت شايفه كده كده احنا بنقليه في الزيت، وتخلي بالك منه ما بياخدش وقت لغايه ما يتقلي في الزيت. ونجيب طماطم معانا بتكون ناشفه وصابحه، وتفتحيها زي ما انت شايفه كده، شايفه كده اهوت. بس مش للاخر، لا بتسيبيه من تحت، بتكون برضو كلها متماسكه مع بعض. تفتحها شرايح، ممكن تفتحها 4/4 زي ما هتشوفي معايا كده. مش قادره اقولك جميله جدا التتبيله دي، بتنفع في حاجات جميله كتيره جدا، وبتنفع وبتفتح النفس المخللات الجميله. تمام. قبل الاكل بساعه بتروحي متبلاها وتروحي سايباها، هي دوبك ساعه بس كده بتشرب من التتبيله، بتدي طعم جميل جدا ما شاء الله. زي ما انت شايفه كده معانا. تمام كده. انا هخلص كل الكميه معاكي، وبعد كده نشوف. طبعا انا برضو بعمل الطماطم ومتابعه البتنجان، ما بسيبوش عشان ده ما بياخدش وقت على النار خالص. تمام. بصي ما شاء الله جميل ازاي، اللهم بارك. كده تمام. البتنجان طلع من النار وسيبناه يتصفى على الزيت، وبعد كده وهو سخن لازم تحطي فيه التتبيله عشان خاطر يشرب من التتبيله. تمام. بصي ما شاء الله عامل ازاي. ودي كانت النتيجه، وصفتنا السهله والسريعه البتنجان والطماطم المخلل. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك ولا الشير.